إطلاق النار على موكب الأمير أحمد بن عبد العزيز، وآل سعود تطالب برقبة ابن سلمان. مرض خطير يصيب محمد بن سلمان، والملك يعين بن نايف وليا للعهد، وقرار صادم لآل سعود. السلطات السعودية تضبط أئمة ومؤذنين يتربحون من تأجير مرافق المساجد. أمير قطر يحضر سباق فورمولا كور الدرعية إيبري 2023 في السعودية. ننتقل من العناوين إلى التفاصيل. أطلق مجهولون النار الليلة الماضية على موكب الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان، بينما اختلفت الروايات ما بين إصابته أو رحيله، فيما لم يصدر أي بيان رسمي حتى اللحظة يوضح طبيعة ما جرى مع الأمير، فيما أن حسابات تحقيقات البلدة الشهيرة بتسريباته حول كواليس ما يدور في القصر وأروقة الأسرة السعودية الحاكمة قال إنه وفقا لمصادره فإن الأمير أحمد فعليا قد فارق الحياة على وقع إطلاق النار الذي جرى على موكبه، فيما أن الأخير كان في طريقه للمطار نحو واشنطن للعلاج. تحقيقات البلدة من جانبه كشف عن تفاصيل خطيرة جدا ترتبط بالواقعة، لا سيما بعد أن بدأت أصابع الاتهام تتجه إلى آل سعود نحو ولي العهد السعودي الذي أفرج عن الأمير أحمد قبل أشهر قليلة من سجنه السري، على مضض بعد تدخلات وضغوطات عدة جرت على الملك سلمان، لا سيما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات الدولية، لأسباب قالوا إنها تتعلق بصحة الأمير التي تدهورت داخل السجن، وأنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، بينما قرار الأمير أحمد بالسفر لأمريكا في أعقاب الإفراج عنه يبدو أنه أثار الريبة في نفس بن سلمان الذي يفهم جيدا حرص الرئيس الأمريكي على التخلص منه وإقصائه من ولاية العهد، وهو ما جعل بن سلمان يشك في أمر هذه الزيارة لعمه الأمير أحمد، ما جعله يأخذ قرارا بالتخلص. كشفت مصادر مقربة من القصر الحاكم في المملكة العربية السعودية أن مرضا خطيرا جدا أصاب ولي العهد السعودي الأمير محمد بشكل مفاجئ، وأن هذا المرض أثر على قدرة بن سلمان على الحركة، فيما أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز معني جدا بالتكتم على الخبر حتى اللحظة، لكنه فعليا على الأرض بدأ في اتخاذ إجراءات فعلية من شأنها نقل ولاية العهد من نجله الأمير محمد إلى أمير آخر، وهو وفق المصادر محمد بن نايف، على اعتبار أنه شغل هذا المنصب لعامين قبل أن يعزله منه الملك في عام 2017 لصالح تولي نجله. وكذلك المصادر ذاتها أكدت وجود انقسام كبير جدا في أوساط الأسرة آل سعود، إذ أن منهم من يدعم عودة الأمير بن نايف مجددا للمنصب، ومنهم من يدعم صعود الأمير متعب بن عبد الله، وعلى اعتبار أن الأمير متعب أمير قوي يمتلك علاقات واسعة جدا، لا سيما في أوساط الأجهزة الأمنية السعودية، وهو الذي ترأس جهاز الحرس الوطني الذي يعد أقوى الأجهزة الأمنية في البلاد، قبل أن يقوم بن سلمان بإضعافه خشية من نفوذ الأمير متعب الذي عزله الملك تحت ذريعة الفساد المالي بإعاز من نجله، وهو الذي أزاح كل من يعتبر أنهم يشكلون خطرا على صعوده لعرش البلاد، بينما هذا الفريق يعتبر أن الأمير بن نايف ويحكم بحكم علاقاته بالولايات المتحدة الأمريكية فسيكون ذراعها في المملكة وسط هواجس كبيرة جدا من اتخاذ بن نايف لأي قرار يخدم واشنطن بحكم هذه العلاقة على صعيد ملف النفط على حساب المملكة واقتصادها. أما فيما يتعلق بالفريق الآخر الذين يدعمون عودة بن نايف لمنصبه مجددا في ولاية العهد، فذلك لعدة اعتبارات، على رأسها أن الأمير شغل المنصب لعامين كان من أفضل الأعوام التي مرت على المملكة، لا سيما ما يتعلق بالاقتصاد والمشاريع والتبادل التجاري الخارجي، وهو الأمر الذي انقلب تماما في عهد بن سلمان الذي تراجع في عهده الاقتصاد بشكل كبير جدا وغير مسبوق، بينما دخلت السعودية في حالة من التردي الاقتصادي أثرت ليس فقط على المواطنين العاديين فيها بل حتى على أصحاب رؤوس الأموال الذين أغلق الكثير منهم مشاريعهم بسبب فرض ولي العهد ضرائب باهظة عليهم وشلت قدرتهم على المضي في هذه المشروعات. أثار تقرير نشرته قناة الإخبارية السعودية السبت حول ضبط أئمة ومؤذنين يؤجرون مرافق المساجد ويختلسون المال من وزارة الشؤون الإسلامية ضجة واسعة النطاق وانتقادات في المملكة العربية السعودية. يظهر التقرير لحظة ضبط الفرق الميدانية بوزارة الشؤون الإسلامية لأحد المساكن المخالفة بأحد المساجد التي يتم تأجيرها منذ عدة سنوات
رئيس الرصد والمتابعة بوحدة حماية المرافق بمكة عبد الرحمن الحارثي قال إن أموال الإيجار يحصل عليها شخص يزعم قيامه بالإشراف على الإدارة، الأمر الذي يعتبر مخالفا لجميع أنظمة وزارة الشؤون الإسلامية. كما يشير الحارثي إلى أنه تم ضبط 9 شقق مخالفة في هذا المسجد، إضافة إلى 7 غرف هي عبارة عن دورات مياه وأماكن للوضوء يتم تأجيرها، ويضيف أن فواتير الكهرباء والمياه تتحملها وزارة الشؤون الإسلامية، بينما يقول عدد من المستأجرين إنهم يدفعون الإيجار إلى إمام المسجد. حضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء السبت سباق فورمولا كور الدرعية إيبري 2023 المقام على حلبة الدرعية في العاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. كما حضر أمير قطر الحفل الذي صاحب السباق وتضمن فقرات فنية وثقافية ورياضية وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية قناة. ووصل الأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني السبت إلى الرياض، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية واس أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ابن عبد العزيز، ونائب سفير دولة قطر لدى المملكة حسن بن منصور الخاطر.